السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دشان حسن دشان وجمعتنا في حلقة جديدة من حلقات أنا بسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقة النهاردة هي حلقة المراجعة والأسئلة لشابتر الأوتا كودز. زي ما اتفقنا في نهاية كل شابتر إن احنا بنقدم حلقة للمراجعة والأسئلة. حلقة المراجعة والأسئلة دي أهميتها إن احنا بنركز فيها على الحاجات اللي شرحناها ونقول الحاجات اللي ممكن تبقى موضع سؤال في الامتحان، ونقول لكم ركزوا عليها وممكن تبقى في صورة سؤال كذا في الامتحان. طبعا بنقول الأسئلة مشهورة وبنحلها مع بعض وبنعرف إجابتها بكل سهولة. الحلقة دي بتبقى مفيدة أكتر الطلبة اللي بيبقى عليهم امتحانات، بيبقوا محتاجين إن هم يعرفوا الحاجات المهمة في الشابتر علشان يركزوا عليها ويركزوا المذاكرة عليها ويهتموا بيها في المذاكرة. حلقة الأوتوكودز في المراجعة والأسئلة النهاردة احنا مش هنشرح حاجة جديدة. احنا يعني هنراجع كتاب فارما جايد أو الموضوعات اللي شرحناها، أو هنقلب الصفحات بتاعة كتاب فارما جايد وهنقول واحنا بنقلب كده الحاجة دي مهمة، الحاجة دي نركز عليها، وبعدين نقول الأسئلة في حلقتنا النهاردة. طبعا احنا ما بنعملش ملف شرح في حلقة المراجعة، يعني ما بنعملش ملف برزنتيشن، ولكن احنا بنقدم الكتاب فارما جايد زي ما احنا شايفين. ده كتاب فارما جايد، بنفتح الكتاب فارما جايد في الشابتر اللي احنا بنراجعه، وبعدين بنقلب الصفحات بسرعة وبنقول الحاجات المهمة بسرعة. طبعا دي أول صفحة في شابتر الأوتا كودز، بيبقى فيها الفهرس اللي شرحنا فيه الموضوعات. طبعا لما نيجي نقلب الصفحة كده هنعرف قبل ما نبدأ أو نتكلم على موضوعات الأوتا كودز نعرف يعني إيه كلمة أوتا كودز. اتفقنا إن هي كلمة يونانية منقسمة إلى قسمين. القسم الأول اللي هو أوتس معناها سيلف، والأكوس معناها ريميدي. يعني سيلف ريميدي يعني مواد بتطلع من الجسم بتعالج الجسم علاج ذاتي، او ليها علاج ذاتي، او لها وظائف ذاتيه بتشتغل لوحدها كده، او لها بيولوجيكال افكت. المواد دي بيطلق عليها اسم لوكال هرمونز، او ممكن يبقى لها اسم ايضا اخر وهو اكتيف سبستانس ان ذا بودي. دي عايزك تعرف في النقطه دي ان الموضوعات الاوتاكويدز او اللوكال هرمونز دي بتختلف على الاندوكراين هرمونز. الاندوكراين هرمونز دي مركبات بتدخل في السيستميك سيركيليشن، بيحصل لها ريليز في السيستميك سيركيليشن وبيبقى لها وظائف على خلايا متعدده. اما اللوكال هرمونز بتخرج من خلايا مجاوره بتشتغل في اماكن يعني لوكال كده زي ما سموها لوكال هرمونز، وممكن تخرج من خلايا نفسها وتشتغل على نفس الخلايا. دي كده بنسميها اللوكال هرمونز اللي هو موضع او بنطلق عليها اسم اوتاكويدز. طبعا لما جينا قسمناها قلنا في مركبات بتيجي من امينو اسيدز عن طريق عمليه الديكربوكسيليشن زي الهستامين والسيروتونين، ودي مركبات مهمه شرحناها وليها اهميه في الشابتر ده. مركبات ليها وظائف على البلاد فيزلز سميناها فازو اكتيف بيبتايدز، وكان اهمها الانجيوتنسين والكاينينز زي البراديكاينينز. ومركبات الايكوسانويدز اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت زي اللي هي بتيجي من عمليه الاكسيديشن بتاع اللونج تشين فاتي اسيدز 20 كربون اتوم فاتي اسيدز زي الاراكيدونيك اسيد اللي بيطلع لنا مركبات البروستانويدز اللي هي البروستاجلاندينز والثرومبوكسانز والليكوترينز. طبعا يا جماعه موضوع الاوتوكودز اتفقنا قبل كده ان هو موضوع مهم هيفيدنا قوي في حلقات الكلينيكال اللي جايه. وبنهايه حلقتنا النهارده ان شاء الله لما ننتهي من حلقتنا النهارده ما احنا انتهينا من اجزاء البيزك فارماكولوجي، هنبدا نخش في الكلينيكال فارماكولوجي، نتكلم على الديزيزز ونبدا نتكلم عليها كويس ونفسرها كويس، وبعدين نتكلم على الادويه اللي بتعالج الامراض دي، وهنقسمها طبعا بدايه من الحلقه اللي جايه. اتكلمنا على الهستامين. اللي يهمنا بقى في الهستامين نعرفه، طبعا هنعرف البايوسنسز بتاعته سهله، انه بيجي من امينو اسيد اللي هو الهستاتين عن طريق عمليه الديكربوكسيليشن بواسطه انزيم الهستاتين ديكربوكسيليشن انزيم الاستورج بتاعته والريليز بتاعته. في موضوع الريليز كده عايز اوضح لكم معلومه مهمه ممكن تبقى موضوع سؤال. طبعا عرفنا الريليز عن طريق التفاعل الحساسيه اللي هو هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ده اول نوع من انواع الريليز. طبعا المورفين والتيوبوكارين من الحاجات اللي هي بتعمل كيميكال اند ميكانيكال ريليز، يعني من الادويه لو تم استخدامها بتعمل ريليز للهستامين. موضوع التفاعل الحساسيه الهستامين بيحصل له ريليز من الماست سيل عن طريق الانافيلاكسيس. لو اثناء عمليه الانافيلاكسيس او الانافيلاكسيس رياكشن بيطلع الهستامين من الماست سيل. المعلومه اللي عايز اعرفها لك ايه بقى؟ ان الهستامين ما بيطلعش لوحده من الماست سيل. الماست سيل لما بيحصل عمليه الانافيلاكسيس بتطلع هستامين وبتطلع اذر انفلاماتوري ميدياتورز زي ايه؟ زي البروستاجلاندينز، زي الليوكوتراينز، زي السيتوكاينز. الحاجات دي كلها بتطلع مع الهستامين. يبقى المعلومه اللي عايز اعرفها لك ان الهستامين ما بيطلعش لوحده في تفاعل الانافيلاكسيس، بيطلع معاه اذر انفلاماتوري ميدياتورز.
تمام. دي المعلومه اللي عايز اوضحها لك في النقطه دي. معلومه مهمه ايضا عايزك تركز عليها، تركز على الهستامين ريسبتورز، انواع الهستامين ريسبتورز ال H1 وال H2 وال H3 وال H4. تعرف كل نوع قابل بانهي نوع من انواع الجي بروتين. طبعا اتفقنا ان الجي بروتين ده طبعا شرحناه قبل كده في الحلقه رقم 4 في جزء الانترودكشن. في سؤال من الاسئله اللي في حلقتنا النهارده هيقول لك ال H1 ده قابل بانهي نوع من انواع الجي بروتين، ممكن تتسال فيها. النوع اللي هو الجي كيو. طب الجي كيو ده بيعمل ايه؟ بيزود ايه؟ بيزود الانوسيتيل ترايفوسفيت اللي هو الاي بي 3، وبعدين الاي بي 3 لما بيطلع بيزيد بيزود الكالسيوم فبيعمل كونتراكشن في الخليه. طبعا المعلومات دي بتبقى اصلا انت عارفها من جزء الانترودكشن. وتعرف ال H2 عباره عن قابل بالجي اس اللي هو بيزود السايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، والجي اي اللي هو بيقلل السايكليك ادينوزين مونوفوسفيت. تعرف كل نوع من الانواع دي موجود فين، المين لوكيشن بتاعه والمين فانكشن بتاعته. الفارماكولوجيكال اكشن، تعرف كده على كل حاجه. طبعا احنا شغالين ب ليرنينج باي ايكونز، بواسطه الايكونز. طبعا دي تقنيه من التقنيات اللي مش موجوده في اي كتاب. ان احنا بنعمل حاجات في صوره ايكونز. الفارماكولوجيكال اكشن على النيرفس سيستم بيعمل ايه؟ الهستامين يا جماعه باورفول ستيمولانت للسنسوري نيرف اندنج، وهو المسؤول عن موضوع البين والايتشنج. لما حد يبقى عنده ارتكاريا او قرصته حشره من الحشره بيطلع عند الحشره لما بتقرص حد بيبقى في المكان ده بيحصل عمليه يعني حساسيه، تفاعل حساسيه في المكان ده، فبيطلع هستامين في المكان ده. فالهستامين لما بيطلع في مكان الحشره اللي قرصها دي، ايه اللي بيحصل؟ الهستامين باورفول ستيمولانت للسنسوري نيرف اندنج في المكان ده، فيبدا الشخص ايه؟ يهرش في المكان ده. هنا بقى معلومه مهمه عايزك تعرفها، هو ايه؟ باورفول ستيمولانت للسنسوري نيرف اندنج. على الكارديو فاسكولار سيستم بيعمل ايه؟ دايركت فازو ديلاتيشن عن طريق ان هو بيزود نيتريك اوكسيد برودكشن عن طريق الاتش 1 ريسبتور، وبيزود الهارت ريت عن طريق حاجتين. الاتش 2 اصلا موجوده في الهارت بتزود الهارت ريت. كمان الفازو ديلاتيشن اللي حصل ده ممكن يعمل ريفلكس تاكيكارديا فيزود الهارت ريت. من الحاجات المهمه اللي ممكن تجي لك في صوره شورت نوتس، يقول لك تريبل ريسبونس اوف لويس. ممكن ما يذكرلكش كلمه هيستامين، يقول لك كده تريبل ريسبونس اوف لويس من غير ما تعرف اصلا ان كلمه، يعني ما يجيبلكش كلمه هيستامين او اي حاجه. المفروض انت تبقى عارف تريبل ريسبونس اوف لويس ده اتعمل فين. العالم اللي اسمه لويس ده عمل ايه؟ حقن الهيستامين انتراديرمال ولاحظ 3 حاجات: ريد سبوت، فلير، اديما. تشرح زي ما شرحنا في الحلقه وقلنا تشرحها ازاي. دي ممكن سؤال يجي لك شورت نوتس. على اللنج هيعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن، وممكن ده يبقى سبب الوفاه لما حد يحصل له تفاعل حساسيه. ممكن هو ده سبب الوفاه نتيجه البرونكو كونستريكشن اللي حصل. الهستامين ليه استخدام واحد فقط، ان هو بيستخدم في السمول دوز علشان يعمل دايجنوزس للناس كده عندهم ازمه او سيستيك فيبروزس في اللنج، فممكن الدكتور يعمل لهم دايجنوزس عن طريق سمول دوز من الهستامين عن طريق الانهاليشن. تمام. طيب على الجي اي تي ستيمولانت كونتراكشن، ما بيعملش اي حاجه على السموث ماسلز الثانيه. على الاستومك مهم جدا انك تعرف ان هو بيعمل باورفول ستيمولانت للجاستريك اسيد سكريشن. على النوز بقى، الناس اللي عندها بقى برد وانفلونزا، البرد والانفلونزا بيحصل عند الناس عندهم برد وانفلونزا بيبقى فيه ريليز للهستامين، فبيعمل ال3 حاجات دول في النوز: راني نوز، سنيزنج، نيزل كونجستشن. لذلك بنلاقي ادويه البرد والانفلونزا اللي بتعالج اعراض البرد والانفلونزا بيبقى فيها مواد او ادويه من ضمن مكوناتها ادويه بتقفل الاتش 1 ريسبتور، او بيبقى ادويه من الادويه اللي هي الانتي هيستامينز اللي احنا شرحناها او لسه هتيجي معانا دلوقتي. تمام. شغله على النوز ال3 حاجات دول. على البرين تعرف ايه؟ تعرف ان الهستامين او الهستامينيرجيك نيورونز في البرين ليها وظيفه مهمه جدا. ان هي بتعمل ايه؟ بتزود الويكفولنس، او ان الشخص ده يبقى فايق كده وبيبقى مركز، وبتمنع السليب. يبقى الهستامينيرجيك نيورونز او الهستامين بيعتبر اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر في البرين. تمام. ويبقى ليه وظائف ايضا، هو بيزود يعني بينظم عمليه الفود انتيك. ده وظيفه اخرى. يبقى الهستامين وظيفتين، اهمهم الوظيفه دي، لان احنا هنلاقي دلوقتي مركبات بتعدي البلاد برين بارير فبتقفل الاتش 1 ريسبتور، فبتعمل ايه بقى؟ بتعمل سيديشن. تمام. الهستامين انتاجونستس، طبعا اتكلمنا على الفسيولوجيكال انتاجونست للهستامين اللي هو الادرينالين. ده كده يعني حفظناها، كلمه فيسيولوجيكال انتاجونست للهستامين دي حفظناها، اللي هو الادرينالين. كل واحد شغال على ريسبتور مختلف، كل واحد بيدي تاثير مختلف. ماست سيل ستابلايزرز، المصطلح ده مهم هنشرحه في الريسبيراتوري سيستم
ادويه كده نشرحها في الريسبيراتوري سيستم ليها خاصيه او بيطلق عليها اسم ماست سيل ستابلايزرز. يعني بتمسك الماست سيل كده ويقول لها ما تطلعيش المواد اللي جواكي، الهستامين والانفلاماتوري ميديتورز اللي جواكي. تمام. الهستامينيز انزيم ده انزيم بيكسر الهستامين. طبعا بقى اتكلمنا على الهستامين ريسبتور بلوكرز. الحاجات المهمه ان انت تركز عليها بقى، تعرف ان كلمه انتي هيستامين تعني H1 receptor blockers او H1 receptor antagonists. تمام. حاجه مهمه ايضا الفيرست جنريشن بقى ان احنا قسمناهم في كتب بتقسمها فيرست وسكند، ولكن احنا قسمناها فيرست وسكند وثيرد، وهنعرف ليه واتكلمنا قبل كده وعرفنا ليه. الفيرست جنريشن اللي يهمني انك تعرف الاسطر دي. تمام. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تشرح الفيرست جنريشن. اول حاجه تم اكتشافها، بتستخدم على نطاق واسع، افكتيف انكسبنسيف، بتعدي سي ان اس، بتعمل سيديشن، شورت ديوريشن، لها وظائف اخرى غير ان هي بتقفل اتش 1، لها انتي كولينرجيك افكت، انتي ايميتيك، انتي سيروتونين، لوكال انستيك. الحاجات دي لازم تعرفها، لازم. تمام. لما نيجي بقى نقسمها، طبعا مش معقول لو واحد لسه بيبدا حياته في الفارما كده ولسه بيذاكر فارما، مش معقول هيحفظ ده كله. يعني هيحفظ كل الادويه اللي هي الفيرست جنريشن، هتيجي معاك واحده واحده. بس في مواد ما ينفعش ما تحفظهاش، يعني زي الكلوروفينرامين. الكلوروفينرامين لو انت رحت صيدليه واتدربت فيها هتلاقي معظم ادويه البرد كلها فيها المركب ده او الدواء ده. تمام. فانت نفسك كده من لوحدك هتلاقي نفسك حفظته. تمام. في ادويه مشهوره هتلاقي نفسك حفظتها واحده واحده كده، وهتلاقي ايه الموضوع بيجي معاك. طب في حاجات لازم تحفظها لان انت ممكن تتسال فيها، زي الدايفنهيدرامين والسيكليزين والميكليزين والدايمين هيدرينات والدوكسيلامين والبروميسازين. الحاجات دي ممكن تتسال فيها ان هي حاجات ليه موست افكتيف، وبتمنع الموشن سيكنس والفيرتيجو، بتمنع النوزيا والفوميتنج. ممكن تستخدم كده لعلاج النوزيا والفوميتنج. وخاصة السيكليزين والميكليزين بيتضافوا مع الفيتامين بي 6 وبيعالجوا النوزيا والفوميتنج، وبيستخدموا عند الستات الحوامل. تعرف ايضا ان الدايفنهيدرامين ده بيستخدم في ايموشن سيكنس. في كده دواء اسمه درامينكس بيستخدم للناس اللي هم بيسافروا كده وبيجي لهم دوار البحر، بيستخدموا الدواء ده لما يجي في السفر كده، يقول لك يخش لك في الصيدليه يقول لك يا دكتور انا بدوخ او ممكن بيحصل لي دوار بحر وانا مسافر، فتدي له الدواء ده. سؤال تاني ممكن تتسال فيه الدواء ده الدوكسيلامين. الدوكسيلامين ده بيستخدم في الانسومنيا، بيستخدم في دواء موجود بيحتوي على الدوكسيلامين بيستخدم في الانسومنيا. ايضا السيبروهيبتادين لازم تعرف ان هو من ضمن الادويه الانتي هيستامين اللي ليها سيروتونين انتاجونست افكت، وليها اوف ليبل يوز مشهور قوي ان هو بيستخدم اوف ليبل في ابيتايت ستيمولانت. دي كده كانت الفيرست جنريشن. بعد كده السكند جنريشن تعرف ايضا الاسطر دي او المعلومات بتاعتها. تعرف بعض المركبات زي الستريزين واللوراتيدين، الحاجات دي من اشهر ادويه السكند جنريشن. تعرف بقى ان هي حاجات ما بتعملش سيديشن ولونج دوريشن والكلام ده كله. تعرف الاوفسالميك انتي هيستامينز، حاجات كده اوفسالميك بتستخدم في قطرات العين للناس اللي عندهم الرجيك كونجكتيفايتس. تمام. مشهوره جدا الحاجات دي في قطرات العين. الثيرد جنريشن تعرف ان ممكن تلاقي كتب مش او تبقى في المحاضره الدكتور بيشرح لك يقول لك فيرست وسكند، الكلام ده صحيح ما فيهوش اي مشكله، ولكن احنا قسمناها سيرد ليه؟ لان السيرد دي المركبات اللي في السيرد دي جايه من السكند، عباره عن اكتيف انانتيومرز او ميتابولايت ديريفاتيفز من السكند. يعني اللوراتيدين لما بيخش جوه الجسم ويحصل له ميتابوليزم الى دواء اسمه ديسلوراتيدين اللي هو اريوس، مشهور جدا، براند مشهور جدا. واحد مثلا عنده مشاكل في الليفر، تمام، من غير يعني مش لازم انا اقول لك المعلومه، انت عرفت ان الديسلوراتيدين ده هو الاكتيف ميتابولايت بتاع اللوراتيدين. مش لازم اقول لك ان لو واحد عنده مشاكل في الليفر يفضل ان انا استخدم له الديسلوراتيدين لان هو اكتيف ميتابولايت، مش هيحصل له ميتابوليزم اصلا، فهيبقى يشتغل افكتيف وعلى طول من غير ميتابوليزم ولا اي حاجه. انما لو اديته اللوراتيدين لسه هيحصل له ميتابوليزم، هو عنده مشاكل في الليفر، فالميتابوليزم بتاعه ممكن يبقى فيه مشكله شويه في الميتابوليزم، فمش هيتحول الى ديسلوراتيدين، فالافكت هيبقى ضعيف وممكن ياثر على الليفر. الكلام ده مش لازم يتقال، احنا بنتعلم اساسيات، بنعلمك الاساسيات فتبقى الحاجات دي كلها مكتسبه بالنسبه لك. يبقى الديسلوراتيدين ده هو افضل ليه؟ لان هو اكتيف ميتابولايت على طول هيشتغل من غير ميتابوليزم هيشتغل. تمام. الليفوسيتريزين ده اكتيف انانتيومر من الستريزين الليفوروتاتوري بتاعه. والفيكسفينادين ده جاي من دواء كان اسمه الترفينادين، كان موجود في السكند جنريشن ولكن حصل له يعني ريموفد او تشال لانه بيعمل مشاكل، والمشاكل دي لازم تعرفها اللي هو الدراج انتر اكشن ده. الترفينادين ده الدراج انتر اكشن ده ممكن تتسال فيه في شورت نوتس، يقول لك الترفينادين ده من ادويه السكند جنريشن، الترفينادين ده بيعمل ايه
في دراج انتراكشن لو تم استخدامه مع الاريثرومايسين، مع الكيتوكونازول، اي دواء بيعمل ليفر ماكروزومال انزيم انهبيتورز لو استخدم مع الترفينادين ده هيحصل ايه؟ الميتابوليزم بتاعه مش هيقل. الترفينادين ده الميتابوليزم بتاعه هيقل لان هو المفروض ان هو بيتحول الى فيكسوفينادين. الفيكسوفينادين ده هو الاكتيف ميتابولايت. فبالتالي الترفينادين ده هيزيد تركيزه، لما يزيد تركيزه في البلاد هيقفل البوتاسيوم شانل في الهارت فيعمل كاردياك اريزميا. طيب معلومه مهمه عايزك تعرفها، الفيكسوفينادين ملوش علاقه بالموضوع ده. الفيكسوفينادين ما بيأثرش لا على البوتاسيوم شانل ولا الكلام ده، ولا بيعمل كيو تي انترفال برولونجيشن ولا الموضوع ده كله. اللي بيعمل هو الترفينادين، لان الفيكسوفينادين ده دواء تيلفاست، براند مشهور جدا بيستخدم على نطاق واسع سواء كان اقراص او شراب. تمام. المشكله اللي بيعملها هو مركب الترفينادين اللي كان موجود ولكن ما عادش موجود، او الدواء ده ما عادش موجود. الدراج انتراكشن ده ممكن ان انت تتسال فيه. تمام. طيب على الفارماكو داينامكس، السيديشن ازاي بيحصل سيديشن. فيرست جنريشن طبعا هي اللي بتعمل سيديشن. السكند جنريشن اقل، او ممكن نقول ان هي ما بتعملش اصلا سيديشن. الانتي نوزيا والانتي ايميتيك عرفنا الموضوع ده. انتي باركنسونيان او انتي باركنسونيزم افكت. الناس اللي هم بيستخدموا الانتي سايكوتيك دراجز ممكن يحصل لهم كده اعراض شبيهه بالباركنسونيزم بنسميها اكسترا بايراميدال سيمبتومز. بنديهم دايفينهيدرامين ولكن في صوره انجكشن. تمام. علشان بيقفل الماسكرينيك ريسبتورز فبيعمل سبريس للاكسترا بايراميدال سيمبتومز. وده استخدام من الحاجات، استخدام مش مشهور ولكن في يعني موجود في الكتب يعني. الانتي كولينيرجيك او انتي كولينوسيبتور اكشن او الانتي كولينيرجيك، الادويه اللي لها انتي كولينيرجيك افكت طبعا اتفقنا اللي هو الدايفينهيدرامين من الحاجات اللي هي القويه جدا في الموضوع ده، ليها اتروبين لايك افكت. الحاجات اللي لها الفا 1 ريسبتور بلوكرز اللي هو البروميسيزين، ممكن يقول لك البروميسيزين ده بيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. ليه؟ لان هو بيقفل الالفا 1 ريسبتور. السيروتونين بلوكينج افكت هو السيبروهيبتادين، ليه انتي سيروتونين، لذلك ليه اوف ليبل يوزز بيستخدم في الابتايت ستيمولانت. يبقى الادويه دي لازم تحفظها، سيبروهيبتادين، بروميسيزين، دايفينهيدرامين. الحاجات دي مش لازم تحفظ الكم الكبير من الادويه الانتي هيستامينز كلها، لا احفظ بس الحاجات اللي ممكن تتسال فيها، والحاجات الثانيه هتيجي معاك تدريجيا. اللوكال انستيزيا الدايفينهيدرامين او الدايفينهيدرامين والبروميسيزين. الاستخدامات بتاعت الثيرابيوتيك يوزز بقى، الالرجيك رياكشن، كل تفاعلات الحساسيه. عايز اقول لك حاجه برضو مهمه تعرفها ليك انت في الصيدليه. لما واحد يجي لك كده عنده هرش كده وعلى طول بيهرش وكده، تدي له حاجه فيرست جنريشن. هقول لك ليه. لان الفيرست جنريشن بيبقى ليها اللوكال انستيك افكت شويه، وبتهديه، ليها سيديشن افكت يعني بتهديه كده، وممكن يعني لو رايح على السرير ممكن هو ينام، فدي حاجه كويسه ليه ان هو ايه الهرش عنده يقل شويه وينام. تمام. ولكن لو الموضوع ده كرونيك بيجي له باستمرار، لا اديله حاجه بقى سكند جنريشن عشان ايه ما ينامش بقى، يبدا يعني يستمر في حياته الطبيعيه ويعيش حياته الطبيعيه بكل حاجه. دي من الحاجات اللي انا ايه حاجات كده انت تبقى عارفها ليك انت في شغلك في الصيدليه. عايز اعرفك حاجه مهمه جدا. في البرونك الازمه ما ينفعش استخدم انتي هيستامين لوحده، لازم استخدم ادويه ثانيه، لان في الازمه بيحصل ريليز اذر انفلاماتوري ميديتورز. في الموشن سيكنس اتفقنا ان السكوبولامين بيستخدم، طبعا اتكلمنا عليه قبل كده في الاوتونوميك. الدايفينهيدرامين والبروميسيزين حاجات افكتيف جدا. قلنا في الحاجات اللي هي بتستخدم في بتقلل الموشن سيكنس ايضا السيكليزين والميكليزين والدايفينهيدرامين. النوزيا والفوميتنج في البريجنسي، السيكليزين والميكليزين والدوكسيلامين بيتم اضافه عليهم الفيتامين بي 6 ويتم استخدامهم للستات الحوامل اللي عندهم نوزيا وفوميتنج. حاجه بقى هيبنوتيك زي الدوكسيلامين، ودي من الحاجات المشهوره قوي كهيبنوتيك. الكونترا انديكيشن، الحاجات دي كونترا انديكيتد في الناس بقى اللي بيبقى بشغلهم بيبقى في مكن وفي ممكن يتعرضوا للخطوره، او واحد بيسوق او شغال سواق، فيعني صعب ان انا اوصف له حاجه فيرست جنريشن علشان هو ممكن يحصل له ينام او يحصل له سيديشن، فممكن يعرض حياته وحياه الاخرين للخطر. التوكسيستي بقى تحذير مهم جدا بقى، ما ينفعش يا جماعه نوصف حقن الإيميتريكس اللي بتحتوي على مادة السيكليزين اللي هي الفيرست جنريشن للأطفال اللي عندهم أقل من 6 سنين، للترجيع اللي بيبقى عندهم ترجيع من الأطفال دي ما ينفعش نديهم الحقن دي، لأن لو خدوا الأنبولة كاملة هيحصل سيستميك أكيوت توكسيستي من مركب السيكليزين أو المركب اللي هو فيرست جنريشن أنتي هيستامين. فهيبدأ يعمل إيه بقى في السينس؟ هيعمل هالوسينيشن، هيعمل كونفولشن، هيعمل أتاكزيا، هيعمل مشاكل كتير. فحذارة من الحقن دي، وللأسف في بعض الناس بتوصفها للأطفال اللي أقل من 6 سنين، ما ينفعش نوصف لهم حاجة فيرست جنريشن عن طريق الحقن، سواء كان كأنتي هيستامين أو سواء كان حاجة بتستخدم للترجيع زي الإيميتريكس اللي بتحتوي على مركب السيكليزين.
في حاجات طبعا سيف زي الاوندانسترون او الجرانسترون. دراج انتر اكشن، تعرف الدراج انتر اكشنز دي كلها، ولكن المهم جدا في الدراج انتر اكشن هو الترفينادين، ده من الحاجات اللي ممكن تتسال فيها ايضا واتكلمنا عليها من شويه. كده يبقى احنا اتكلمنا على ال H1 ريسبتور بلوكرز. ال H2 بقى الحاجات اللي هي بتستخدم في تقفل ال H2 ريسبتورز اللي في الستومك في المعده فبتستخدم بقى في البيبتيك ألسر، بتستخدم في الامراض اللي ليها علاقه بالمعده. السايمتيدين والرانستين والنيزيتيدين والفاموتيدين. السايمتيدين ده اول واحد تم اكتشافه طبعا وتم استخدامه على نطاق واسع جدا، والشركه اللي طورته كانت شركه GSK، والشخص او الطبيب او العالم اللي طوره هو نفس العالم اللي طور بروبرانولول وخد جائزه نوبل على الموضوع ده. كلام كتير. بعد كده نفس الشركه GSK طورت الرانستين لما ابتدى يبقى السامتيدين في مشاكل، ومشاكل السامتيدين مهمه جدا انك تعرفها. طبعا الريلاتيف بوتنسي، يعني مهم انك تعرف اقوى واحد فيهم هو الفاموتيدين واقلهم هو السامتيدين. الميكانيزم في اكشن طبعا مع يعني مهم جدا انك تعرفه ازاي بيحصل، بتقلل الريليز بتاع ال HCl، وتعرف ان هي بتقلل من 60 ل 70% من ال 24 ساعه بتاع ال HCl. بيستخدموا في البيبتيك ألسر. بس تعرف ان بعد كده هنعرف بقى لما نيجي نتكلم في البيبتيك ألسر بقى في شابتر الGIT هنعرف بقى المركبات الثانيه زي البروتين بامب انهبيتورز، والمركبات دي بيبقى ليها افضليه شويه عن موضوع مركبات ال H2 ريسبتور بلوكرز، وبتستخدم في الزولينجر إليسون سيندروم، وبتستخدم في الجاسترو اوزوفيجال ريفلكس ديزيز اللي هو الجرد، ونون ألسر ديسبيبسيا، والاكيوت ستريس ألسر. دي كلها استخدامات ال H2 ريسبتورز. السايد افكتس بتاعتها يهمني قوي تعرف لغايه هنا الاسطر دي كلها. السايمتيدين بيعمل ايه؟ بيعمل انهبت للبايندنج بتاع الداي هيدرو تستوستيرون اللي هو الاكتيف فورم بتاع التستوستيرون بالاندروجين ريسبتورز، فبيعمل المشاكل دي كلها. تمام، اتكلمنا عليها قبل كده. دي لا تخلو من اي يعني ان شاء الله كده لما تيجي تمتحن في الجزء ده لازم هتتسال في حته السايمتيدين ده بيعمل ايه ومشاكله ايه والكلام ده كله. والدراج انتر اكشن بتاعته السايمتيدين ده عباره عن ايه؟ ليفر ماكروزومال انزيم انهبيتورز، ممكن يحصل له دراج انتر اكشن مع اي ادويه كتير زي الوارفرين زي الفينوتايب. اتكلمنا عن مركب اخر من مركبات الهستامين ريسبتور انتاجونيسيس، قلنا مركب اسمه البيتا هيستين. بيتا هيستين اللي هو البيتا سيرك. بيتا سيرك طبعا براند مشهور، والبيتا هيستين من الحاجات المشهوره. بتستخدم في ايه بقى؟ هو مركب يطلق عليه مصطلح انتي فيرتيجو دراج، بيستخدم في البالانس ديس اوردرز، بيستخدم في مرض اسمه مونيرز ديزيز. مونيرز ديزيز الشخص او العالم اللي اكتشف المرض ده سمى المرض ده على اسمه، هو مرض اسمه مونيرز ديزيز. بيبقى مرض في الاذن الوسطى، بيبقى فيه بريشر في الاذن الوسطى او سويلنج في الاذن الوسطى. البيتا سيرك ده او البيتا هيستين، دواء البيتا هيستين ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على الاتش ريسبتور H3 ريسبتور، فبيعمل بلوك للاتش 3 ريسبتور. فبيعمل ايه بقى؟ فبيزود البلاد، بيعمل يعني سوري بيعمل فازو دايليتيشن في الاذن الوسطى، فهيقلل الضغط ده او هيسحب شويه من الفلويد اللي عامله ضغط ده، فبالتالي هيعالج مرض المونيرز ديزيز او يتم استخدامه فيه. طبعا بيتم وصفه حاليا في مصر، بيتم وصف الناس بقى اللي عندها دوخه، بيحس بدوخه كده على طول، بيعاني من دوخه طول ما هو واقف كده، يحس ان دماغه يعني في دوخه في دماغه او دوران كده. طبعا بيتوصف لهم الدواء ده من ضمن الحاجات الكويسه اللي هي افكتيف. كده يبقى احنا راجعنا موضوع الهستامين كله وركزنا على الحاجات المهمه اللي ممكن تبقى موضوع اسئله. تعالوا بينا نقول كده موضوع السيروتونين ونركز على الحاجات المهمه. سيروتونين او 5 هيدروكسي تريبتامين بيختصر 5 اتش دي. دي اول صفحه معانا في السيروتونين. السيروتونين اتكلمنا ان هو بيجي من الامينو اسيد ال تريبتوفان، ده البايوسينثيسيس بتاعته. الاستورج بتاعته قلنا ان 90% من السيروتونين اللي موجود في الجسم كله موجود في خلايا اسمها انتيروكرومافين لايك سيل اللي موجوده في الجت، وده ليه وظائف مهمه جدا وبيعمل ريجوليشن للانتستينال موفمنت. موجود في البليتلت، بيعمل فازو كونستريكشن علشان يساعد في موضوع البلاد كلوتينج. في البرين طبعا السيروتونين ليه وظائف كبيره جدا، هنبدا ان احنا نتعرف عليها لما نيجي نشرح جزء الكلينيكال فارماكولوجي اللي هو شابتر سنترال نيرفس سيستم. هنلاقي ان هو بيتدخل في موضوع المود، بينظم المود والسليب وابيتايت تمبريتشر بلاد بريشر فوميتنج. هنلاقي ان السيروتونين ايضا لو حصل خلل في تركيزه ممكن يؤدي الى ديبريشن انكزايتي مايجرين. الان اكتيفيشن دي ممكن تتسال فيها شويه، يقول لك السيروتونين لما بيحصل له ميتابوليزم في النهايه خالص بيطلع لي ماده اسمها 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، ده الاختصار بتاعها 5 اتش اي اي اي. الليفل النورمال ليفل بتاعها من 2 ل 7 من 10 مللي جرام بير داي في اليورين. دي ممكن يعملوا بيها دايجنوزس للناس اللي عندهم كارسينويد تيومرز، نوع من انواع الكانسر او التيومر اسمه كارسينويد تيومرز. دي كده السطر ده ممكن يتسال فيه، يعني ممكن نتسال فيه كنوع من انواع الدايجنوزس، ان احنا حد يسال يعني المركب ده اللي هو ده بيعمل دايجنوزس لايه.
ده من الحاجات اللي ممكن تسال فيها. حاجات اللي ممكن تسال فيها ايضا ان انت تعرف ان الميلاتونين هرمون جاي من السيروتونين، يعني السيروتونين ده البريكيرسور بتاعه، دي حاجه برضه من الحاجات اللي ممكن تسال فيها. سيروتونين ريسبتور سب تايبس، يعني صعب حد يسال فيها ان انت يعني تعرف الانواع دي كلها، ولكن انت بس تبقى عارف ان الانواع بتاعه السيروتونين دي كلها عباره عن 7 انواع من ال 5 اتش تي ريسبتورز، كلهم كابلد بالجي بروتين ما عدا ال 5 اتش تي 3. دي كده ممكن تعرفها، وتعرف برضو ال7 انواع دي، يعني الواحد ده موجود منه اي بي ودي واي واف وبي، يعني تعرف ان ال 5 اتش تي 1 ده منه كذا سب تايبس، وال2 ده منه كذا سب تايب. تعرف ان 3 وال4 ده بيدخلوا في موضوع الانتستينال موفمنت والكلام ده. تعرف ايضا يعني لما نيجي نتكلم على الادويه، عشان برضو الناس ما تتلخبطش بالجدول ده، الجدول ده ما هو الا ان احنا بنرصد اهميه الريسبتورز واهميه السيروتونين ووظائفه المتعدده. لما نيجي نتكلم على الادويه خش فيها، تعرف بقى الريسبتور، بقى تعرف الريسبتور ده شغال على ايه، دي لازم بقى تعرفها. تمام، فما تخافش ما تقلقش، ان شاء الله مش هيبقى فيه اسئله صعبه في موضوع الجدول ده. الفارماكو داينامكس بتاعته على النيرفس سيستم، على البرين. طبعا اتكلمنا على الوظائف بتاعته على البرين، على النيرف اندنج زي الهستامين بيعمل ستيمولانت للسنسور نيرف اندنج. طبعا تعرف الاتش 3 والاتش 4 دول بيدخلوا في موضوع الجي اي تي والجات والانتستينال موفمنت والفوميتنج والموضوع ده كله. تعرف ان في على اللنج ان هو بيعمل دايركت ستيمولانت للبرونكال سموث ماسل. تمام، ويعني مش مهم قوي برضو موضوع اللنج، مهم ايضا برضو تعرف ان هو بيعمل فازو كونستريكشن، دي من الحاجات المهمه، باورفul فازو كونستريكشن اكسبت في السكيلتال ماسل والهارت، بيعمل دايليتيشن للبلاد فيزلز. تمام، دي بقى من الحاجات المهمه، زيها زي تراي فيزيك ريسبونس، سوري زي تريبل ريسبونس اوف لويس. هنا بقى عندنا حاجه زيها برضو تراي فيزيك بلاد بريشر ريسبونس اوف سيروتونين. لو جبنا كده اكسترا بايرامنتال انيمال وحققنا له سيروتونين، هنلاقي ان البلاد بريشر بتاعه قل، سوري الهارت البلاد بريشر بتاعه قل وبعدين زاد وبعدين قل، سموها تراي فيزيك بلاد بريشر ريسبونس اوف سيروتونين. ممكن تيجي كده شورت نوتس تعرف ليه قل وليه زاد وليه قل تاني. تمام، على الجي اي تي وظائفه مهمه جدا على الجي اي تي. تعرف يعني ايه سيروتونين سيندروم، دي حاله من الحالات اللي لو تم استخدام ماو انهبيتورز مع ادويه من الادويه اللي بتزود السيروتونين، زي الانتي ديبريسنت دراجز، زي سيلكتيف سيروتونين ابتيك انهبيتورز، زي الادويه السيروتونين اجونستس برضو بتعمل حاجه اسمها سيروتونين سيندروم. تعرف السيمبتومز بتاعتها ايه. طب نيجي بقى للحاجات المهمه اللي الاسئله فيها تبقى قويه شويه في الموضوع الاسئله. لو سألك عن دواء بيوسبايرون لو سألك هيسألك في السطر ده او الكلمتين دول selective 5-HT1A agonist، يبقى البيوسبايرون الدواء ده اللي موجود بسبار، براند مشهور برضو، لو سألك فيه هيسألك في النقطة دي او في الكلمة دي، تعرف هو selective agonist على ريسبتور نوعه ايه، وتعرف ايضا طبعا لازم تعرف ان هو انتي انكزايتي ايجنت، ما هوش بنزودازبين، وتعرف بيستخدم فيه. دي الحاجة المهمة اللي ممكن تتسأل فيها. طبعا عيلة التريبتانز فاميلي، سوما تريبتانز ده أول واحد في العيلة، زلمة تريبتان، وعائلة التريبتان دي كلها لو سألك أيضا تعرف إن هو ممكن يسألك في سيلكتيف أجونست للريسبتور إيه، وتعرف هي بتستخدم في إيه. وحاجة مهمة أيضا الكونترا إنديكيشن، الكونترا إنديكيشن دي ما ينفعش تاخد للناس عندهم كروناري ارتري ديزيز، لأنها ممكن تعمل كروناري ارتري فازوسبازم، دي الكونترا إنديكيشن ده مهم وممكن تتسأل فيه. طيب بعد كده في حاجات ايضا اجونست، التيجاسيرود ده من الحاجات اللي بيشتغل على ال 5 اتش تي 4، بيستخدم في الريتيبل باول سيندروم في الكونستيبيشن، بس ده يعني ريموفد من الماركت. سيسابرايد ده فولانتري ويزدرول، ايضا بيشتغل على نفس الريسبتور، بس تعرف يعني ايه كلمه جاسترو بروكاينيتيك ايجنت، يعني بيزود الجي اي تي ميثود عن طريق ان هو بيشتغل على الريسبتور ده، عن طريق ان هو بيزود الاسيتايل كولين ريليز. الموسابرايد ده لسه موجود، يعني عندنا في مصر موجود منه. تمام، ايضا تعرف الريسبتور بتاعه، الثلاثه دول على نفس الريسبتور على فكره، عشان يعني الناس ما تحسش بلخبطه. بعد كده هنتكلم على السيروتونين ريسبتور انتاجونستس. تعرف الدواء اللي هو الموسيجور اللي اتسحب من مصر عشان هو كان مكتوب عليه يستخدم يعني لفتح الشهيه، وهو اصلا المفروض يبقى دواء بيستخدم في المايجرين والكلاستر هيدك. تعرف الاوف ليبل يوزز بتاعته، وتعرف ان هو بيشتغل على انه نوع من انواع الريسبتورز. الكيتانسترين برضه من الحاجات المهمه ان انت تعرف الريسبتور بتاعها. دي بقى ممكن الحاجات اللي هي يعني تتسال فيها، يعني نسبه ان انت تتسال في الانتاجونست هي ان انت هتتسال في العيله دي اللي هي الاوندانسترون، الجرانسترون، التروبيسترون. العيله دي تعرف بتستخدم في ايه،
وتعرف الميكانيزم بتاعها ايه، وتعرف ان هي بتستخدم في البريجنسي، في المورنينج سيكنس او الفوميتنج اللي بيحصل فيه عند البريجنسي، من اشهر الحاجات اللي بتستخدم. تعرف ان هي سيف في عند التشيلد. اخر دوايين معانا الالوسترون والسلانسترون، الاثنين دول على الاتش تي 3، بيشتغلوا في الاريتابل باول سندروم دايوريا. ده بيستخدم في الوومن بس، ده بيستخدم في الاثنين. هنعرف ان ده بيعمل مشاكل. الالوسترون ده مشاكل خطيره ممكن تؤدي للوفاه، ان هو بيعمل حاجه اسمها اسكيميك كولايتس. السلانسترون يعني لسه شويه، او ما بيعملش نفس الخطوره اللي بيعملها الالوسترون. بعد كده اتكلمنا على موضوع الارجوت الكالويدز. بعد كده الارجوت الكالويدز. موضوع الارجوت الكالويدز ما هوش موضوع متعلق بالاوتاكودز، ولكن احنا بنقوله علشان هو ليه علاقه شويه بالسيروتونين، وده موضع مناسب ان احنا نشرح موضوع مهم زي ده. اتكلمنا على الارجوت الكالويدز والمركبات الارجوت، قلنا ان هي مركبات بتيجي من نوع من انواع الفنجس اسمه كلافيسيبس بوربوريا. ده من انواع الفنجس. طبعا قلنا حكايته واتكلمنا عليه، ولكن يهمني ان احنا نعرف المركبات بتاعت الارجوت: الارجوتامين، بروموكريبتين، الارجومترين او ارجونوفين، الميسوسرجايد، اللايزيرجيك اسيد دايسالامايد، اللي هو ال اس دي. ال اس دي ده من حاجات يعني زي ما نقول كده، زي بتتضرب بره على مستوى كبير جدا، زي الميس امفيتامين، زي الكوكايين، زي الهيروين، زي الحاجات دي كلها، وسعرها غالي جدا طبعا. طبعا دي الجدول ده بيوضح قد ايه الارجوت الكالويدز دي بتختلف من واحد للتاني على الريسبتورز. كل واحد بيشتغل، ممكن يبقى اجونست على ريسبتور، انتاجونست على ريسبتور. موضوع مش مهم انك تعرفه كويس او تحفظه يعني بالنسبه للامتحان. الفارماكوداينامكس بتاعته على السي ان اس، تعرف ان ال اس دي ده هو اقوى واحد بيعمل هلوسه، او هو عباره عن مركب هالوسينوجينز، يعني مولد للهلوسه، او حاجه من الحاجات اللي هي ليها دراج ابيوز. البروموكريبتين ده تعرف بيشتغل دي 2 اجونست على السي ان اس، فبيعمل سبريس للبرولاكتين هرمون. دي من الحاجات المهمه جدا اللي يعني ممكن بنسبه كبيره جدا تسال فيها. ده بيعمل كنترول اكسترا بيراميدال سيستم او اكسترا بيراميدال سيمبتومز. ده هنشوفها في شابتر السي ان اس. على البلاد فيزلز هنعرف ان الحاجات دي بتعمل فازو كونستريكشن، وليها لانها بتشتغل على الالفا 1 ريسبتورز، بتشتغل اللي هي اجونست على الالفا 1 ريسبتورز. وهنعرف ان الارجومترين ليه سترونج فاز كونستريكشن افكت. على اليوترس، تعرف اكتر حاجه شغاله على اليوترس هي الارجومترين، بيعمل يوترين سموث ماسل كونتراكشن. هنعرف شغل على الجي اي تي، بيبقى فاريبل نوزا دايريفوم. نيجي بقى الحاجات المهمه، ثيرابيوتيك يوز في المايجرين مهم بقى، عشان ممكن يعني الاسئله بقى موضع الاسئله. الارجوتامين بيستخدم في الاكيوت اتاك ديورنج. كلمه ديورنج دي مهمه، يبقى بيستخدم اثناء الاكيوت اتاك اوف مايجرين. طبعا الدوزس بتاعته ليه بيحصل له كومباين بالكافيين، دي حاجات مهمه انك تعرفها يعني كحاجه ليك في الصدر، ان انت هتسال في حته زي دي. تمام. الميسوسرجايد بيستخدم في المايجرين بروفايلاكسيس. في فرق بين كلمه مايجرين بروفايلاكسيس، وفي فرق بين during acute attack. بروفايلاكسيس يعني لسه المايجرين ما جاش، بيستخدم علشان يحمي او يقلل من النوبات بتاعه المايجرين. دي اول حاجه. الاستخدام الثاني هايبر برولاكتينيميا. تعرف حاجه مهمه ان البروموكريبتين بيستخدم ليه؟ لان هو دي 2 اجونست، والدي 2 اجونست معناه ان هو بيشتغل على الدوبامين ريسبتور النوع الثاني اجونست زيه زي الدوبامين، لان احنا هنعرف ان الدوبامين ده ليه وظيفه مهمه جدا، ان هو بيعمل انهبت للبرولاكتين هرمون ريليز، وده بيستخدم استخدام في الهايبر برولاكتينيميا. في حاجات ايضا زي مشتقه من البروموكريبتين اللي هو الكابرجولين، ده من الحاجات ايضا المور افكتيف عن او مور بوتنت عن البروموكريبتين. البوست بارتم هيمورج اللي هو بيستخدم ايه بقى؟ الارجونوفين والارجومترين بيستخدم او دراج اوف تشويس في موضوع البوست بارتم هيمورج. والحاجات دي كلها اللي انا قلتها دي كلها بتستخدم على نطاق واسع. الكابرجولين ده من اشهر الحاجات اللي بتستخدم في موضوع الهايبر برولاكتينيميا. ارجوتامين ده من اشهر الحاجات اللي بتستخدم في الديورنج اكيوت اتاك. الارجومترين ده من اشهر الحاجات اللي بتستخدم في البوست بارتم هيموريج. يبقى انا بتكلم عن مركبات حاليا ليها استخدام، يعني يعتبر دراج اوف تشويس في الموضوع اللي احنا قلناه ده كله. تمام. الدايجنوزس بتاع الفاريانت انجينا الارجومترين، لانه بيعمل ايه؟ بيعمل كروناري ارتري فازو كونستريكشن. التوكسيستي بتاعت الحاجات دي من الحاجات المهمه ان انت تعرف برضه التوكسيستي بتاعتها. عايزين نتكلم عن الكونترا انديكيشن. تمام.
الكورونري، الناس عندهم كورونري ارتري ديزيز ما ينفعش انهم يستخدموا لانه بيعملوا الكلام ده. البريجنس طبعا عشان موضوع الكونتراكشن اللي بيحصل. الاف دي اي وورنينج ان الارجوتامين ما ينفعش يستخدم على الليفر ماكروزومال انزيم انهبيتورز، ممكن يعمل فازوسباز او ممكن انكريز ريسك اوف فازوسباز، ممكن يعمل سيريبرال اسكيميا او ممكن يعمل جانجرين. دي من الحاجات يعني مش مهمه قوي، ولكن اهم حاجه عندنا هو الثيرابيوتيك يوزز. كده يبقى احنا اتكلمنا على كل الحاجات اللي هي ليها علاقه بالسيروتونين او ليها علاقه بالارجيت الكالويدز. تعالوا بقى نخش بقى في موضوع الفازو اكتيف بيبتايدز. اتكلمنا عن الانجيوتنسين. بعد كده الانجيوتنسين. الانجيوتنسين قلنا ان هو مركب بوتنت فازو كونستريكشن، بيعمل بوتنت، ومهم كلمه بوتنت دي مهمه جدا. قلنا ان هو جزء من سيستم اسمه رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. قلنا السيستم ده مهم جدا تبقى حافظه كده وعارفه كده، الشكل اللي قصادك ده يبقى مرسوم في دماغك لان هنحتاجه بعد كده ان شاء الله. طبعا مش محتاجين ان احنا نعيد الكلام ده تاني. الانجيوتنسين 2 ريسبتورز، نعرف الريسبتورز بتاعته، ونعرف ان ال 81 ريسبتور ده هو المسؤول عن شغل الانجيوتنسين 2 اللي اتكلمنا عليه من الشغل ده كله. الشغل ده هو المسؤول عنه ال 81 ريسبتور، لان هو اللي موجود بكميه كبيره، هو اللي الشغل الانجيوتنسين 2 كله هيبقى معتمد على ال 81، لان احنا قلنا ان ده موجود بكميه كبيره. ده طبعا موجود في الجنين وليه وظائف في الجنين الفيتال ديفلوبمنت. ده بالنسبه للريسبتورز. الاكشنز بقى على البلاد فيزلز معروفه طبعا، very potent pressure agent، اكتر 40 مره من النور ابنفرين، ورابد يعني في خلال 10 ل 15 ثانيه الموضوع بيتم. على الكدني، على المظله بيعمل ايه، على الكورتكس بيعمل ايه، على الكدني نفسها بيعمل ايه، على السي ان اس، على السيل جروث. نيجي بقى للادويه والحاجات المهمه. الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز اللي هي الايس انهبيتورز، مجموعه ضخمه من الادويه تستخدم على نطاق واسع، ليها كل جينيريك نيم من الحاجات دي ليه براندات كتيره. طبعا اولهم في العيله هو الكابتوبريل. طبعا هنقدر لو جالنا يعني لو محدش قدر يحفظ الاسماء دي كلها وجاله سؤال ام سي كيو، يعني سهل انك تعرف احد افراد العيله دي عن طريق كلمه بريل. يعني الموضوع هيبقى بسيط انك تعرف ان ده تابع للعيله دي، وانت طبعا عارف العيله بتشتغل ازاي والميكانيزم بتاعها والسايد افكتس بتاعتها والكلام ده كله، فهتبقى انت اختيارك سهل ان انت هتختار اللي هو. وغالبا لما بيجيبوا اسئله زي دي طبعا بيجيبوا اسماء يعني حاجات مشهوره، يعني ما بيصعبوش الموضوع شويه. طبعا دي بقى الناس اللي هم عايزين يبقوا ادفانسد شويه، يعني يعرفوا الفروقات البسيطه بين احد افراد العائله في الجزء ده. الجزء ده بيبقى من الحاجات اللي هي يعني الناس اللي هي تبقى عايزه تبقى مختلفه شويه عن الناس التانية، بتعرف الفروقات البسيطه دي. الميكانيزم اوف اكشن. الهايبوتنسيف اكتيفيتي مش حاجه واحده، لو اتسالت فيها في شفا كده يقول لك الهايبوتنسيف اكتيفيتي بتاعت الايس انهبيتورز علشان هي بتقلل الانجيوتنسين 2 بس، يعني بتمنع الكونفرشن بتاع الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2 بس. لا غلط، عشان حاجتين، عشان بتمنع الكونفرشن ده، وعشان بتقلل الديجراديشن بتاع البراديكاينين، لان البراديكاينين ده يعتبر فازو دايليتور. فالبراديكاينين لما يزيد معنى كده ان الفازو دايليتيشن هيزيد، فالهايبوتنسيف اكتيفيتي يعتبر ده من ضمن الحاجات اللي ليها هايبوتنسيف اكتيفيتي. ثيرابيوتيك يوزز طبعا مهمه، هايبرتنشن، هارت فيلر، مايوكاردال انفاركشن. الحاجات دي هنعرفها في جزء الكارديوفاسكولار سيستم شابتر. الشابتر ده هنعرف فيه الامراض دي كويس، فالناس ما تستعجلش. الكرونيك كيدني ديزيز والدايابيتيك نيفروباثي دي من الحاجات اللي مالهاش علاقه بالهايبرتنشن اصلا. بيتم استخدام الادويه دي في الحاجات دي ليه؟ لان شرحناها قبل كده، وان شاء الله لما نيجي في الكرونيك كيدني ديزيز هنشرح ان شاء الله الكيدني ديزيزز سواء كان اكيوت او كرونيك، هنشرح الموضوع ده. ان هي بتعمل ايه؟ بتقلل الانترا جلوميرال بريشر، الانترا جلوميرال كابيلاري بريشر بتقلله نتيجه ان هي بتعمل فازو دايلاتيشن في الافرنت ارتري. الافرنت ارتري اللي طالع ده من المحفظه بومن لما بيجي يخش فيها الارتري الافرنت ويطلع الافرنت، بتعمل فازو دايلاتيشن في الافرنت، فما يبقاش في بريشر، فعلى طول يحصل الدم ان هو يعني يدخل في موضوع المكان اللي بيحصل له فلتريشن ده، ويطلع على طول، ما يبقاش فيه ضغط دم. تمام؟ دي من الحاجات المهمه. لذلك واحد سالني من شويه لما شرحنا الحلقه دي ازاي هو بيستخدم في الكرونيك كيدني ديزيز، وهنلاقي في السايد افكتس بتاعته ان هو بيعمل اكيوت رينال فيلر. ما هو المشكله ان لما نيجي ان شاء الله نشرح الكيدني ديزيز هنلاقي ان موضوع الاكيوت او مراحل الاكيوت غير مراحل الكرونيك. كمان احنا قلنا ان اللي بيعمل رينال امبيرمنت خاصه في الناس اللي عندهم اصلا رينال ارتري ستينوزس، عندهم اصلا ضيق او نار في الكدني ارتريز،
فهيعمل لهم اكيوت رينال فيلر. اما هو وجد ان هو بيبقى بيعالج الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز، لان هو فعلا بيقلل الانترا جلوميرال كابيلاري بريشر، وشرحنا الميكانيزم بالتفصيل. تمام. السايد افكتس مهمه جدا. هايبوتنشن، الدراي كف، مهمه جدا انك تعرف الدراي كف دي ليها علاقه بايه، ازاي بيحصل الدراي كف، وبتتعالج ازاي على طريق الدراستين اللي قلناهم. في دراسه بتقول ان هو عن طريق الايرون سبلمنت والنون ستيرويد انتي فايبروتيك خاص الاسبرين في تركيز 500 مللي جرام. هايبر كلمه مهم جدا انك تعرفها في كاحد السايد افكتس بتاعتها، والاكيوت رينال فيلر. الكونتر انديكيشن يعني مش عايز اقول لكم في الامتحان ممكن لو هيسال في موضوع الكونتر انديكيشن في البريجنسي، يعني لازم تبقى عارفها، لازم تبقى عارف الدراج انتراكشن. طبعا هتبقى انت متخيلها، بتعمل هايبر كليميا، ما ينفعش تستخدم مع الادويه الدايوريتكس اللي بتزود نسبه البوتاسيوم، بتزود نسبه البوتاسيوم في الدم، لان هي بتزود نسبه البوتاسيوم، وكمان الدواء بيعمل زياده في نسبه البوتاسيوم، فالموضوع هيبقى زياده بكميه كبيره في نسبه البوتاسيوم في الدم. نون ستيرويدال طبعا مع كل ادويه الضغط، وهنلاقي ان الليثيوم بيزيد البلاد كونسنتريشن في الليثيوم مع استخدام الادويه. بريجنسي ده طبعا من الحاجات المهمه ان انت تعرفها في الكونترا انديكيشن. الانجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز هنلاقي اخرها كلمه زارتين دي كلها. تمام. فهيبقى الموضوع برضو بالنسبه لنا هيبقى سهل. دي العائله كلها، دي طبعا الخلافات البسيطه بين العائله، بين افراد العائله. يعني هنا بقى الفرق بين الايس انهبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. هنلاقي ان الحاجات دي ما بتاثرش على البراديكاينين ميتابوليزم. الافكت بتاعها مور سيلكتيف شويه او مور افكتيف، ولكن هنلاقي نفس الاستخدامات، نفس دراج انتراكشن، نفس السايد افكتس، ولكن اقل شويه، نفس الهازارds او الكونترا انديكيشن مع البريجنسي. الدايركت رينين انهبيتورز هنلاقي دواء وحيد كده لوحده في عيله لوحده كده اسمها الدايركت رينين انهبيتورز اللي هو الالسكارين. نعرف استخدامه، الادفيرس افكت بتاعته، دي من الحاجات الجديده وممكن حد يتسال فيها. دخلنا بقى في الكاينينز، واشهرهم هو البراديكاينين. يعني الموضوع البايسنس بتاعته يعني صعب ان يتسال في حد. الكاينينز ريسبتورز اسمه بي 1. في ناس بتغلط وتقول بيتا، يعني بسمع في ناس بتقول بيتا 1 بيتا 2، لا هو بي 1 بي 2. تمام. ده اسم الريسبتور بتاع الكاينينز اللي بيشتغل عليه البراديكاينين. على البلاد فيزلز، على الارتري شغل بخلاف شغله على الفين. الانفلاميشن دي مهمه، لو هتتسال فيها هتتسال يقول لك الفور كلاسيك سيمبتومز اوف انفلاميشن اللي هم الاربعه دول. البراديكاينين بيلعب دور مهم جدا في البروتكتيف جروب في الكارديوفاسكولار. دي من الحاجات اللي هي الجديده، يعني ابحاث جديده. نيجي بقى للادويه اللي بتشتغل عليها. هم بالظبط 3 ادويه. الابروتينين، والابروتينين ده بيستخدم في بيقلل البليدنج اثناء العمليات الجراحيه المعقده زي الكارديو بالمونري بايباس. وعندنا الايكالانتايد ده من الحاجات اللي هي بتعمل انهبيشن يعني للكاليكرين. ده من الحاجات اللي بتصنع البراديكاينين، يعني بيستخدم في الهيريديتي انجيوديما. عندنا بقى كاينين ريسبتور انتاجونست اللي هو الايكاتيبانت ده بيستخدم ايضا في الاكيوت اتاك هيريديتي انجيوديما. نيجي بقى نتكلم على ادويه مركبات اخرى كاوتاكويدز. الاوتاكويدز دي ليها علاقه ليها علاقه بالبلاد فيزلز، او ليها وظيفه على البلاد فيزلز، بنسميها الفازو اكتيف بيبتايدز. طبعا شرحناها قبل كده، ما هيش يعني مهمه قوي ان احنا نتسال فيها. تمام. نيجي بقى للموضوع المهم جدا، الحلقه الماضيه. طبعا الحلقه الماضيه مش مستاهله مراجعه، يعني الحلقه اللي خدناها امبارح دي مش مستاهله مراجعه، فاحنا هنقول الحاجات المهمه. البروستاجلاندينز والثرومبوكسانز والليكوتراينز موضوع مهم جدا. اهم حاجه عندنا في السلايد اللي قصادنا دي، او الصفحه اللي قصادنا دي، هو الباس واي ده. مهم جدا انك تبقى عارفه. تمام. التفاصيل بتاعته دي كلها، الديتيلز دي كلها احنا قايلينها بديتيلز، يعني بطريقه كبيره جدا وتفاصيل كبيره جدا، قلناها طبعا في الحلقه الماضيه، مش محتاجين ان احنا نضيف عليها حاجه. تمام. الريسبتورز، نعرف ان الريسبتورز بتاعتها، يعني كل نوع من انواع البروستاجلاندز دي ليه ريسبتور بيبقى اسمه يعني شبيه بالبروستاجلاندز. يعني هنلاقي ان البروستاجلاندين اي الريسبتور بتاع اي بي. تمام. انما وظيفته نفسه، يعني دي من الحاجات المهمه ان انت تعرف البروستاجلاندين بتعمل ايه، البروستاجلاندين اي 1 تعمل ايه، دي حاجات مهمه. البروستاجلاندين اي 2 تعمل ايه، على الاقل الحاجات اللي هي مفهومه قوي وبارزه قوي، مش لازم تعرف النقط دي كلها. على الاقل ما ينفعش ما تبقى عارف ان البروستاجلاندين دي، ما ينفعش ما تبقاش عارف ان هي بتعمل انهبيت للبليتلت اجريجيشن او فازو دايليتيشن.
والبروستاجلاندين اي 1 الاثنين دول زي بعض. ما ينفعش تبقى عارف ان الثرومبوكسان دي ما ينفعش تبقى مش عارف ان هي بتعمل انديوسد بريتد اجريجيشن او فازو كونستريكشن. ما ينفعش تبقى عارف ان السيستينايل ليكوترينز دول الثلاثه دول اللي اسمهم سيستينايل بيعملوا برونكو كونستريكشن وفازو كونستريكشن. يبقى دي حاجات لازم تعرفها، سواء اتسالت فيها او ما اتسالتش فيها، دي حاجه يعني اكيد لازم تعرفها. تمام. الانهبيشن اوف ايكوسانويد سينثيسيس دي حاجه بتلخص لنا الادويه اللي بتشتغل بقى على الباس ويز دي. اتكلمنا على الافكت بقى بالتفصيل، دي كلها الناس اللي هي بتبقى عايزه تبقى ادفانسد شويه تعرف التفاصيل دي كلها. اتكلمنا على الموضوع دي كلها حلقه بتاعت امبارح صراحه، حلقات مهمه جدا يعني، دي كلها حاجات مهمه بصراحه يعني، دي كلها حاجات مهمه. نعرف بقى الادويه الالبروستاديل ده نعرف استخداماته ايه، 1 2 حاجات مهمه، ونعرف ان هو اصلا بروستاجلاندين اي 1 انالوج حاجه مماثله ليه. الميزوبروستول تعرف ايضا استخدامه ايه، وهو عباره عن بروستاجلاندين اي 1 انالوج والاوف ليبل يوزز بتاعته. الدينوبروستون ايضا. الكاربوبروست بصراحه من الحلقات المهمه جدا واللي احنا لازم نهتم بيها ونعرف الادويه اللي فيها، دي كلها حاجات مهمه طبعا. ونعرف ان البروستاجلاندين اف 2 الفا كاربوبروست بيستخدم في البوست بارتم هيموريج، ولكن بيتم استخدامه في لو العلاج الطبيعي اللي هو الاوكسيتوسين والارجونوفين اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه ما نفعش، يعني الحاله ما استجابتش للعلاج الطبيعي، فنبدا نستخدم حاجه زي كده. الحاجات بقى اللي بتستخدم في الجلوكوما لاتانوبروست، بايماتوبروست، ترافوبروست، يونوبروست. ونعرف البايماتوبروست دي ليها استخدام ايضا في ان هي بتطول الرموش، وقلنا الطريقه طبعا لما حد دخل عليك الصيدليه بتطول الرموش ازاي، او القطره اللي بتطول الرموش ازاي، هي القطره اسمها ايه في مصر لوميجان. بتستخدم ازاي يا دكتور؟ بتقفلي عينك وعلى الرمش من فوق، الرمش اللي فوق مش اللي تحت، اللي فوق مش اللي تحت، مره واحده في اليوم لمده 6 اسابيع، يعني لمده شهرين. هو ده الكورس بتاع العلاج. فهتلاقي بعد شهرين فعلا الرموش اللي هي العليا مش بيحصل له ابلكيشن على الرموش العليا بعد ما بتقفل عينيها، والموضوع الرموش ده فعلا بتطول. وفي ناس كتير جدا بتيجي تاخدها من الصيدليه، وناس بتسال زي ما انا وصفت لكم الحاله بالظبط بتتم ازاي. حد بيدخل عليك بيقول لك انا عايزه قطره اللي بتطول الرموش. البروستاسايكلين، الايبوبروستينول، دي الحاجات. نبدا بقى في الاسئله مش كتير، هم 15 سؤال. هو الجزء اصلا مش كبير ولكن المعلومات اللي فيه مهمه. هم 15 سؤال مشهورين كده هنقولهم، وبكل بساطه هنلاقي ان الاسئله سهله ما فيهاش اي مشكله لان احنا شرحنا الموضوع بكل تفاصيله. تعالوا بينا نبدا باخر جزء في حلقتنا النهارده، ان احنا نقول الاسئله بتاعه شابتر الاوتوكودز. نبدأ بالأسئلة. السؤال رقم 90، طبعا السؤال رقم 90 لأن آخر سؤال انتهينا بيه كان السؤال رقم 89، وده كان في الشابتر اللي قبل ده اللي هو شابتر الأوتونوميك نيرفس سيستم. يعني اتفقنا إن الأسئلة كلها هتبقى مترقمة من أول الكتاب لآخر الكتاب. السؤال رقم 90 بيقول سوماتريبتان ساكسينيت، طبعا ده السولت بتاعه السوماتريبتان يعني is effective for treatment of acute، شوف خلي بالكم acute، ولو أصح بقى نكتب during acute migraine of headache. بس هو مش بيسألني على الاستخدام، هو بيسألني على الميكانيزم اوف اكشن او بيشتغل على انهي ريسبتور. طبعا نعرف ان احنا طبعا لما بنكون مذاكرين كويس هنعرف ان هو سيلكتيف اجونست على 5 اتش تي 1 دي ريسبتور. طيب هنلاقي في السؤال رقم 91 بيقول لي حاليا في 3 انواع. تمام، هو السؤال بيقول لي حاليا في 3 انواع من الهستامين ريسبتورز، ولكن الابديت بتقول ان احنا عندنا 4 انواع H1 H2 H3، ولكن السؤال ده مش انا اللي مؤلفه، السؤال ده موجود في كتاب مشهور جدا، يعني كتاب من اشهر الكتب في اسئله الفارما الام سي كيو. السؤال موجود كده، ولكن حاليا لو عملت ابديت هتلاقي ان الهستامين ريسبتورز 4 H1 H2 H3 H4، ولكن الكتاب موجود ان هو يعني السؤال بيقول كده. طبعا مش هنقول غلط، لا هو مفيش ابديت مفيش مشكله. انا عايزين نجاوب بقى ايه هي الاجابه او ايه هو السؤال نفهمه الاول. بيقول لي حاليا موجود 3 انواع من الهستامين ريسبتورز H1 H2 H3. H1 و H2 موجود في البريفرال، بيقول لي وموجودين ايضا في السنترال. بيقول لي الاتش 3 موجود في السينس الاتش 3. بيقول لي ذا سكند ماسنجر، شوف خلي بالك بيسالني فين بقى، بيسالني على السكند ماسنجر باس واي في الاتش 1 ريسبتور. خلي بالكم لو قلت لكم نركز على موضوع السكند ماسنجر في الهستامين ريسبتور هنلاقي ان هو السكند ماسنجر اصلا بيجي من لما نعرف النوع الجي بروتين. لو عرفنا ان نوع الجي بروتين في الاتش 1 هو جي كيو، هنعرف ان السكند ماسنجر هو الانوسيتول ترايفوسفيت الاي بي 3. تمام، فهيزيد الفورميشن بتاع انوسيتول ترايفوسفيت، يبقى الاجابه رقم A. تمام، وده من حاجات الاسئله المشهوره ايضا. السؤال رقم 92 which of the following is an H2 receptor antagonist هو السايمتيدين.
تمام، يعني سؤال سهل جدا. السؤال رقم 93 بيقول لي واحد عنده 27 سنة، عنده الأنكل بتاعه فيه انتفاخ وألم، فعمل اكس راي والموضوع ما لقاش فيه مشكلة، ولكن بس ظهر في الاكس راي الانتفاخ اللي في الأنكل عنده ده، فاستخدم دواء نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. بيقول النون سترويدال دي، النون سترويدال بتقلل ايه؟ بتقلل ايه بقى؟ بتقلل بروستاسايكلين. تمام، دي حاجة من الحاجات السهلة أيضا. واحدة عندها 29 سنة، بقالها 10 سنين عندها مايجرين، بتعاني من المايجرين. هو المايجرين ده مرض كرونيك، ما هوش اكيوت، ولكن كرونيك يعني مع الشخص على طول، ولكن النوبات بتاعته بتيجي من فترة للتانية. بتقول لي ان هي بتاخد ايه هو الدراج اوف تشويس في اكيوت اونست اوف هيديك. يعني اونست يعني ايه؟ اونست يعني لما يحصل، معناها ان هو ايه هو الدواء الدراج اوف تشويس اثناء او during الاكيوت اتاك اوف مايجرين؟ هو الارجوتامين. سؤال مهم جدا. طب البروبرانولول ما ينفعش؟ لا، البروبرانولول بيستخدم في البروفايلاكسس. طب الميسيسرجايد بيستخدم في البروفايلاكسس. نركز في المصطلحات، مش اي حاجه بتستخدم في المايجرين على طول. اول ما نشوف حاجه بتستخدم في المايجرين يبقى لا، المصطلح اثناء الاتاك ولا بروفايلاكسس ولا ايه بالظبط؟ ده بيختلف، الاجابه بتختلف تماما. السؤال رقم 95 بيقول لي واحد عنده 40 سنه، دايجنوزس عنده سيفير ازمه مودريت، يعني بتجي له الازمه من مودريت لسيفير. خد دواء اسمه زيليتون. هو زيليتون كده كده هنشرحه بعد كده يعني، ولكن احنا قلناه من ضمن الحلقه الماضيه، قلنا ان هو بيعمل انهبت لل5 لوكس اللي هو 5 لايبوكسيجينيز انزيم، واللوكس انزيم ده او اللايبوكسيجينيز انزيم هو المسؤول عن صناعه الليكوترين، فهيعمل انهبت للليكوترين برودكشن. السؤال رقم 96 بيقول لي طفل لسه مولود، طفل لسه مولود، ولكن هنعمل له عمليه جراحيه وعايزين البيت يعني عشان نعمل ريبير للبيتنت داكتس ارتريوزس. ايه هي الحاجه؟ يعني هنعمل له عمليه جراحيه في القلب وهو لسه مولود، ولكن عايزين نعمل كده نخلي الداكتس ارتريوزس بيتنت، يعني نخليها مفتوحه. ايه الحاجه اللي بتستخدم؟ هو الالبروستادين. maintaining patent ductus arteriosus ده الاستخدام بتاعه، وليه استخدام ايضا تاني في الامبوتنس. which of the السؤال رقم 97 which of the following is an H2 receptor antagonist with anti-androgenic effects. السؤال ده كده على طول بيجي في الامتحانات في الفارم. السايمتيدين السايد افكتس بتاعته ايه؟ ممكن يجي لك شورت نوتس تتكلم عليها، ممكن يجي لك في ام سي كيو زي ما احنا شايفين. بس السايمتيدين ده مهم جدا في موضوع ان تعرف السايد افكتس بتاعته. السؤال رقم 98 من الحاجات المهمه اللي شرحناها ايضا، بيقول لي which of the following substance released من الماست سيل اثناء الانافايلاكتيك رياكشن؟ هيستامين. واحد اول ما يشوف الهيستامين يروح معلم على الهيستامين. يا عم ركز، اهدى شويه. السؤال بيقول لك ايه هي المواد اللي بتخرج من الماست سيل اثناء عمليه الانافايلاكسيس؟ الهيستامين بيخرج، ايوه، والليوكوترينز بتخرج، ايوه، والسيتوكاينز والبروستاجلاندز، دي كلها انفلاماتوري ميدياتورز بتخرج. يبقى دي كلها الاجابه هي ايه؟ اول اوف ذا ابوف. تمام، يبقى ما نستعجلش، مش اول ما نشوف الحاجه نختارها على طول، نركز في السؤال والمصطلحات. السؤال رقم 99 بيقول لي which of the following is antihistaminic drug when administered with liver microsomal enzyme inhibitors cause arrhythmia او بسبب arrhythmia؟ هو الترفينادين ده انتي هيستامينيك برو دراج، المفروض ان هو هيتحول لفيكسوفينادين، ولكن لو تم استخدام معاه ادويه بتقلل من الميتابوليزم بتاعه، فمعنى كده ان انا هخلي الجسم فيه ترفينادين، الكونسنتريشن بتاع الترفينادين هيفضل موجود بكميه كبيره في الجسم، فهيقفل البوتاسيوم شانل، فهيعمل ايه؟ هيعمل اريزميا كيو تي برولونجيشن. السؤال رقم 100 which of the following is an antihistaminic drug used in Meniere's disease؟ هو البيتا هيستين H3 receptor antagonist، وتعرف الميكانيزم بتاعه. السؤال رقم 101 which of the following is a hormone produced from serotonin؟ هو الميلاتونين، لأن السيروتونين بيعتبر precursor ليه. السؤال رقم 102 أسئلة سهلة، الموضوع جميل جدا ما فيهوش أي صعوبة لأن احنا شرحناه كويس وانتوا ذاكرتوه معانا كويس، يبقى ما فيش صعوبة. الصعوبة هتيجي منين؟ طالما انت ذاكرت كويس وفهمت الموضوع وفهمت الفارما مفيش اي صعوبه. الدكتور لو زود حاجه في المحاضره انت هتكون فاهمها لان انت فاهم الموضوع كويس، فلو في حاجه زياده قريتها على النت او قريتها ببحث او الدكتور زودها في المحاضره او اي حاجه هتكتبها، ما هتلاقيش صعوبه في فهمها لان انت فاهم الاساسيات كويس، والموضوع ان شاء الله يبقى معاك سهل وربنا يوفقكم جميعا. السؤال رقم 102 which of the following is a drug selective 5-HT1A receptor agonist بيستخدم في الانسومنيا؟ البوسبايرون. البوسبايرون ده قلنا لو هيسأل في دي.
تمام. سؤال رقم 103. Which of the following is a drug used to prevent nausea and vomiting associated with surgery and cancer chemotherapy by blocking 5-HT3 receptor؟ هو الاوندانسترون، جرانيسترون. تمام. الاوندانسترون، الجرانيسترون، الحاجات دي كلها بتستخدم في النوزيا والفوميتنج للناس سواء البريجنسي، بس البريجنسي، موضوع البريجنسي ده ما هوش ابروفد يعني، ولكن على نطاق واسع بيتم استخدامه. طبعا هو ابروفد بيستخدم في الفوميتنج بعد العمليات الجراحيه، في الكانسر كيموثيرابي والكلام ده كله. السؤال رقم 104. which of the following is a drug used to decrease prolactin hormone from pituitary by stimulating D2 receptor؟ هو البروموكريبتين. ده من الحاجات المشهوره. طبعا الكابرجولين ايضا يتم استخدامه، ولكن هو طبعا هنا في الاختيارات هو البروموكريبتين. دي من الحاجات برضو اللي تركز عليها. which of the following is an antihistaminic drug used in insomnia due to strong sedative effect؟ هو الدوكسيلامين. تمام. دي الانسرز. طبعا هنبدا ان احنا نخفي الحاجات الصفر دي كلها بعد ما نسجل حلقتنا، ونخفي الجداول دي، والانسرز هتبقى موجوده في النهايه كده. دي الريفرنس بقى. كل شابتر الريفرنس بتاعته بتختلف، والريفرنس دي اساسيه يعني يعني كتب كده مشهوره اساسيه، ولكن مش كل الداتا دي من الريفرنس اللي قصادنا في الجدول. لا، في بعض الحاجات الابديتد، وفي معلومات مش موجوده في الكتب دي، ومعلومات موجوده يعني ليها ريفرنس تاني. مش معقوله ان احنا هنكتب كل الريفرنس. لو هنكتبها طبعا محتاجين على الاقل في كل شابتر يعني 3-4 صفحات عشان نكتب كل كلمه في الرسوم، ولكن مفيش سطر او كلمتين 3 كده على بعض ما لهمش ريفرنس. كل الحاجات دي ليها ريفرنس. طب لو انت عايز مثلا معلومه قريتها في الفارما جايد او في الداتا اللي احنا شرحناها في الاوتاكودز والريفرنس بتاعتها مش موجوده هنا، انت عايزها، تواصل معايا، ده اللينك الفيسبوك، تواصل معايا، قول لي مثلا السطر كذا في الصفحه كذا، المعلومه كذا، ايه الريفرنس بتاعتها، انا اتواصل مع بعض، هبعت لك اللينكات او الملفات، وهنبدا ان احنا نتناقش في الموضوع مع بعض. تمام. ولكن دي المين ريفرنسز. كده يبقى احنا انتهينا من حلقه المراجعه والاسئله. طبعا زي ما احنا شايفين ده شغل الديزاين اللي احنا شغالين بيه في الفارما جايد. تمام. ده الشغل كله، ده اللي احنا خدناه كله في جزء الاوتاكويدز. طبعا الداتا منسقه جدا. تمام. زي ما احنا شايفين ديزاين على اعلى مستوى، تقنيات ما تمش استخدامها قبل كده خالص على الاطلاق، يعتبر حاجه يعني من اكتشافاتنا يعني، اللي هي learning by icons زي ما احنا شايفين. تمام. دي كلها الداتا اللي شرحناها واللي احنا ماشيين بيها في جزء الاوتاكويدز، وان شاء الله هنتقابل مع بعض في جزء جديد من اجزاء فارما تيوب واجزاء الفارما جايد. اتمنى يا جماعه ان الشرح يكون كافي ووافي، واتمنى لكم كل توفيق، وربنا يوفقكم ان شاء الله في الامتحانات بتاعتكم. واي حد محتاج اي استفسار يتواصل معايا، هنحط السلايد بتاعت لينكات التواصل معايا. تواصلوا معايا ان شاء الله، اقدر ان انا باذن الله لو في سؤال مش واضح نحاول مع بعض ان احنا نفسره ونوضحه مع بعض. اشوفكم في جزء جديد وحلقه جديده من حلقات فارما تيوب الموسم الجديد وكتاب فارما جايد. كان معكم دهشان حسن دهشان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.